هاي حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم سارة البردعي. طبعا الفيديو اللي فات انا كنت حللت لكم اول 4 حلقات من مشاهد ايسو فاطمة، وقلت لكم ان الفيديو اللي جاي اللي هو المفروض يكون ده هيكون من الحلقة ال5 لحد مثلا الحلقة ال10. بس في ناس كتير كلموني وقالوا لي يا سارة لازم تحللنا مشاهد الحلقة ال20 لانها ضايقتهم جدا، وانا الصراحة قررت ان انا احللها لعدة اسباب. اول سبب ان في ناس كتير فاهمة فاطمة غلط، عاوزة برضو أفهمكم هي ليه بتدافع عن أيبان بالشكل ده. وكمان ناس بتسأل هو ازاي ايسو لسه جاي دلوقتي يدرك مشاعره. هفهمكم هو ليه لسه دلوقتي جاي يدرك مشاعره برضو. وكمان ليه أخدته على المقبرة ورفضته. كل حاجة هفهمها لكم، مش هسيب حرفيا أي حاجة في الحلقة من غير ما أشرح لكم كل حاجة فيها. وطبعا هاتوا بقى أي حاجة تاكلوها لأن الفيديو شكله هيكون طويل قوي عشان هشرح فيه كل حاجة. وبرده ما تقلقوش، هنكمل برده في سلسلة تحليل مشاهدهم من الأول بعد الفيديو ده. فبلاش رغي كتير وخلينا ندخل في الفيديو على طول، يلا بينا. أول حاجة عاوزة أقول إن أنا على طول بصور بالليل، لأن أنا بيتي على طول أهو عربيات شغالة ما بتفصلش. بس بالليل بيبقى أهون شوية، بيبقى فيه بس أهون شوية. بس أنا بقى النهاردة كنت متخلفة وقررت إن أنا أصور بالنهار بما إني لابسة وكده. وكان أسوأ قرار أخدته الصراحة. يعني أنا كنت في المكان اللي أنا بصور فيه على طول مش عارفة أصور من كتر ما عربية تعدي، بقالي حرفيا أكتر من ساعة مش عارفة أصور. ده أول حاجة. فقررت إن أنا أنقل للمطبخ. باصور لكم من المطبخ دلوقتي، ومش مرتاحة لا في قعدتي ولا في أي حاجة خالص، مضطرة. بس إن شاء الله مش هيتكرر الموضوع ده تاني علشان أنا مش مرتاحة حرفيا خالص. وقلت لازم أقول لكم معاناتي، يعني لازم عشان تعرفوا قد إيه أنا تعبت في الفيديو ده، وأنا عارفة إن أنا هاخد فيه وقت كبير قوي. وخلينا نحلل أول مشهد لما فاطمة أخدت إيسو وقالت له ما نعاقبش أي بهان. لما فاطمة قالت له إن هو مش قصده يقتلني، هو قصده يقتلك أنت. ده حرفيا كانت الشرارة اللي فجرت كل حاجة في قلب إيسو. خليني أحلل لكم الجملة من وجهة نظر فاطمة ومن وجهة نظر إيسو. قصد فاطمة الحقيقي، فاطمة ما كانش قصدها خالص إن هو مش فارق معاها، بل بالعكس هي كانت بتحاول تستخدم المنطق البارد عشان تهدي إيسو. فاطمة شايفة إن إيسو مندفع وبيتحرك بعواطفه، فهي حبت توضح له إن العداوة ما كانتش موجهة لها شخصيا بل موجهة ليه هو. ودي كانت رسالة طمأنة غير موفقة من فاطمة. هي كانت بتحاول تشرح له وجهة نظرها وتقول له اهدى، هو ما كانش يقصدنا أنا. فاطمة فاهمة إيسو كويس، هي عارفة إن الجنون والعصبية اللي هو فيها بسبب خوفه عليها. فهي كانت عايزة تقول له يا إيسو اهدى، هو ما كانش يقصدني أنا بالأذية عشان يوصل لك مثلا، إنما الصراع ما بينكم انتوا الاتنين. هي كانت مفكرة إن هي لما توضح له أبعاد الخلاف وإنها مش طرف فيه، إيسو هيشوف إن هي مش طرف في الخلاف ده، فبالتالي هو هيهدى. طيب ليه إيسو فهمها غلط؟ إيسو سمعها، هو مش إيسو بس، هو إيسو فانز الإسفات كمان سمعوها. أنت المستهدف، أنت مش مهم، هو قصده يأذيك انت، فخلاص انسى واهدى بقى. فبالتالي إيسو حس هنا بالخذلان لأن فاطمة كانت بتبرر لأي بهاء. فاطمة كانت بتحاول تكون صوت العقل في لحظة غضب، ولكنها وقعت في خطأ الذكاء العاطفي. لأن إيسو في اللحظة دي ما كانش محتاج التحليل المنطقي، هو كان محتاج يسمع منها إن هي خايفة عليه أو إنها حاسة بوجع. هي كان قصدها إن هي تهدي الموقف، بس النتيجة كانت إن إيسو اتعصب أكتر لأنها في الآخر بتدافع عن عدو، وكان بيحاول يمسك رقبته عشان يبلع الوجع اللي حس بيه. دي حركة لا إرادية الإنسان بيعملها لما بيسمع حاجة بتضغط على أعصابه لدرجة إن هو مش عارف يتنفس. 2. إيسو من النوع الاندفاعي، فلما فاطمة فكرته بإن الجوازة دي غصب أو مش بإرادتهم، هو حس برغبة إن هو عاوز يهد الدنيا، فهو حط إيده على رقبته دي بمثابة فرامل لنفسه، فهو بيضغط على رقبته كأنه بيضغط على زرار السكوت جوه نفسه عشان ما ينفجرش. 3. قمة الإحباط. في علم النفس لما حد بيحط إيده على رقبته دي بتكون حركة تهدئة ذاتية. إيسو في اللحظة دي حاسس بانعدام الحيلة، هو بيحب فاطمة جدا ولكن هي بتفكره بأن وجودهم مع بعض قدر مفروض مش اختيار قلب، فهو بيحاول يهدي الحزن اللي جواه. طيب ليه الحركة دي توجع؟
لانها بتورينا ايسو الضعيف مش ايسو القوي. هي بتبين ان كلام فاطمه جرحه وحسسه ان كل اللي بيعمله ملوش قيمه، لانها شايفه ان الجوازه دي عقبه مش بدايه حب. طيب ليه هو استسلم فجاه وخلى القرار في ايد عروض؟ الغضب محتاج طاقه، وقيسو استهلك طاقته كلها وهو بيحاول يحمي فاطمه ويحارب عشانها. فلما لقاها بتدافع عن ايبوهان هو ما حسش بالغضب، هو حس بالخيبه. في علم النفس لما الشخص اللي بنحبه بيخذلنا في موقف مصيري، الجهاز العصبي بيدخل احيانا في حاله برود مفاجئ. فقيسو هنا بيقول لنفسه لو هي مش خايفه على نفسها ومستعده تسامح اللي كان هيقتلها، يبقى انا بحارب لمين وعشان ايه؟ قيسو بالرغم ان جدته جت وقالت له الرئيس اللي يتكلم وعشان عادل وكده، هتلاقوا ان هو برده ما هداش وكان جاي شايط وكان مصمم برده ان هو ينتقم من ايبوهان. لكن قيسو هدى لما فاطمه طعنته في قلبه وهي بتبرر لايبوهان. الهدوء ده يأس، هو قرر ان هو يتبع النظام لان المشاعر خذلته. ندخل على مشهد العربية لما هو ما كانش بيتكلم. فاطمة حاسة ان هي بتعمل كل ده عشان تحمي ابو ايبوهان اللي هو زي ابوها، فبالنسبة ليها قيسو بيلومها على حاجة هي بتعملها بنية طيبة. لما شدت هدومه هي هنا بتعبر عن الاحتياج العاطفي، هي عايزة قلبه يحس بيها زي كل مرة ويحس بصعوبة موقفها، كأنها بتقول له شوفني اسمعني، انا معاك مش ضدك، بس قلبي مكسور ومحتاجة حد يفهمني مش حد يحاسبني. فاطمة بتدور على الأمان النفسي قبل الأمان الجسدي. كلمة افهمني اللي كررتها كذا مرة بتدل على إنها عاوزة واحد يحس باللي جواها من غير ما تضطر تشرح. وقيسو بيبذل مجهود في الحماية بس مش قادر يفهمها. الاتنين محتاجين يطلعوا الماضي وأيبوهان من وسطهم عشان يعرفوا يشوفوا بعض صح. قيسو محتاج يبطل اندفاع وفاطمة محتاجة تبطل الخوف من الزمن. لما قالت له أيبوهان ده طفولتي، متهزرش، النهارده في حاجة، النهارده في حاجة. اللاب ضرب ويندوز فجأة، الكلام كل اللي أنا كاتباه طار. اه، لا، لا بجد، لا هعيط، هعيط بجد دلوقتي حالا يعني. اللاب طبعا ضرب ويندوز فجأة على حظي عشان تعرفوا ان النهارده في حاجة مش طبيعية. فقررت اعتمد على ذاكرتي، ويا رب اعرف اقول لكم كل حاجة زي ما كنت كاتباها، لان لما بكتبها ببقى فعلا كاتبة كل التفاصيل. فيا رب بقى ذاكرتي ما تخونيش. خلينا نشوف. هي عايزة تقول لي قيسو أنا مش قادرة أكون نكرة للجميل للشخص ده والبابا اللي كان بيأكلني ويشربني وأنا لوحدي. لما قال لها إن عمه اللي الكل بيعتبره شيطان كان في يوم من الأيام برضو ولد بريء، هو بيوصل لها رسالة إن الناس بتتغير وإن الخير اللي شفتيه زمان سواء من أيبوهان أو من غيره ممكن يتحول لشر مطلق. فما تبنيش حياتك ومبادئك على صورة قديمة لأشخاص اتغيروا تماما. هنا قيسو بيبين إن هو شخصية عميقة جدا، هو بيعترف إن الشر مكتسب مش فطري. لما اعترف ان عمه بريء هو كانه بيقول لفاطمه انا فاهم ان انت متعلقه بالذكريات، بس الحقيقه هي اللي بنشوفها دلوقتي مش اللي عشناه زمان. قيسو هنا بيحاول يخليها ان هي تشوف الواقع. فاطمه بتحاول تقنع نفسها ببراءه الماضي علشان تهرب من حقيقه الحاضر. قيسو بيفهمها ان الشخص اللي دمر حياتنا اللي هو عمه كان بريء في يوم من الايام، فليه انت متمسكه ببراءه ايبوهان اللي بيحاول يدمر حياتنا دلوقتي؟ الحوار هنا بيثبت ان قيسو مش بس بيحبها، هو بيحاول كمان ينقذ عقلها. هو عاوزها تشوف الحقيقة علشان تقدر تاخد قرار صح بدل ما هي تايهة في ذكريات طفولتها. لما قال لها لاني خطفتك انت قصيتي شعرك، دي جملة بتكشف ان الجرح لسه موجود وان قيسو عمره ما نسى ولا هينسى الموقف ده وفاكر وجعها زمان. هو بيستخدم ذكرياتهم سوا اللي هو قص الشعر والخطف عشان يفكرها بهويتها القوية، وبيستغرب ازاي القوة دي اختفت قدام ايبوهان. هو هنا بيستفز كرامتها، هو بيحاول يخليها تشوف ايبوهان كعدو مش كأخ وصديق طفولة، لانه بيقولها انا خطفتك قصيتي شعرك عملتي ثورة، فين الثورة دي دلوقتي؟ المشهد الجميل لما هو مشي وهو زعلان وبعدين وقف ولف ورجع لها وقال لها تعالي نمثل سوا ومسك ايديها عشان يدخلوا المطعم. حتى وهم في قمة الخناقة وجودها بيطمنه وغيابها بيقلقه خصوصا من بعد الحادثة. طيب لما قال لها تعالي نمثل، قيسو هنا ذكي. لما قال لها تعالي نمثل هو عمل هنا حاجتين، عاقبها بس بطريقة غير مباشرة كأنه بيقول لها انا عارف ان اللي بينا مش حقيقي فخلينا نلعب اللعبة اللي احنا متعودين عليها اللي هي التمثيل. اتنين، ضحك على نفسه، هو عاوز يحس بوجودها جنبه بس كبرياء ومنعه. التمثيل هي الرخصة الوحيدة اللي قيسو اداها لنفسه عشان يقرب منها ويمسك ايديها من غير ما يبان ان هو ضعيف او انه متسامح مع اللي هي عملته. طيب بما ان المشهد خلص هنا، من وجهة نظركم مين معاه حق،
إيسو ولا فاطمة؟ إيسو معاه حق إن ده أيبوهان ده بيحب فاطمة وهو حاول يقتله، فطبيعي إن هو يتعاقب. فاطمة بالنسبة لها إن الناس دول وهي صغيرة أكلوها وشربوها وعلموها وهي كانت وحيدة. وفاء فاطمة مش خيانة لإيسو، هو دفاع عن هويتها. إيسو شايف بس الخطر، فاطمة شايفة الوفاء والذكريات، والصراع ده مش هينتهي بالمنطق، هينتهي لما واحد فيهم يضحي بجزء من هويته عشان التاني. إيسو يضحي بانتقامه أو فاطمة تضحي بإيمانها للماضي. مشهد لما كانوا في المطعم وعمه طلب روح أيبوهان، لما إيسو طمنها بعينه وهو أصلا زعلان منها ومتخانق معاها ولسه شايل في قلبه، ده معناها حاجة واحدة بس، إن حب إيسو لفاطمة غريزة أقوى من أي زعل أو كبرياء. لما بصلها بعينه وقال لها ما تقلقيش، النظرة دي لحظة تواطؤ عاطفي بينه وبينها ضد التوتر اللي بيحصل حواليهم. هو بيديها الأمان لأنه عارف النتيجة، إن أيبوهان مش هيموت على إيد أخوه. تخيلوا، هو لسه متخانق معاها وزعلان منها عشان بتدافع عن أيبوهان، فأول لحظة شاف الخوف في عينيها طمنها على طول. وده بيدل على إن سلامة فاطمة النفسية أهم بكتير من انتصاره على أيبوهان. إيسو هنا بيمثل دور الراعي، بيحميها من عمه وبيحميها من خوفها وبيحمي علاقتهم من التهور. هو حاطط عينه عليها حتى في وسط أكبر مواجهة مع عيلته. خلينا بقى ندخل في المشهد المهم، وهو مشهد اعترافه إن هو بيغير عليها. لما إيسو قال لها لو انت كنت بتدافع عن الشخص ده وهو ما كانش بيحبك كان عادي، فهي قالت له النتيجة واحدة سواء كان بيحبني أو مش بيحبني، فانت ليه بتعمل كده؟ هي هنا حطته قدام مراية لنفسه. باختصار إيسو كان محتاج نظرة أو لمسة إيد تأكد له إن هو مش لوحده في الإحساس ده. طيب يا سارة، والسؤال اللي ناس كتير سألته، هو ازاي إيسو بعد ده كله ما كانش مدرك مشاعره وجاي دلوقتي يدركها؟ طيب أمال نوبة الهلع اللي لما عمه طلب منه يقتل فاطمة دي كانت ايه؟ ولما فاطمة عملت الحادثة كان منهار عليها، ده كان ايه؟ ولما بس ايديها برضو ده كان ايه؟ فالمفروض ان هو يكون اكتشف مشاعره دي. في الحقيقة لا، في علم النفس الحالة اللي بيمر بيها إيسو اسمها الانفصال بين الإدراك الشعوري والإدراك العقلي. إيسو كان بيحس بكل حاجة بس عقله كان رافض يسمي الحاجات دي باسمها الطبيعي. ليه نوبة الهلع والحادثة وبوسة الإيد ما كانوش كافيين؟ نوبة الهلع لما عمه طلب منه إن هو يقتلها دي كانت استجابة جسدية للخطأ اللي هو خوفه عليها، بس هو فسرها بأنها ذنب وخوف من تكرار الخطأ، ان هو يعني قبل كده خطفها فمش عاوز يكرر الخطأ ده تاني، فما فسرهاش على انها حب. بالنسبة للحادثة دموعه وانهياره كانت انفجار عاطفي كبير، بس هو فسرها لنفسه على انها انسانية او مسؤولية، لان هو اللي تسبب في وجودها في المكان ده بداله. فبدل ما يقول انا بحبها قام قايل ليكي قيمة عندي، عشان يفضل في منطقة الامان بتاعته. بالنسبة لبوسة الإيد دي بالنسبة له إن هو وصل الحب الكامل، ولكن هو فسرها على إنها طمأنة ليها، بإن لما هي قالت له على أيبوهان كأنه بيقول لها أنا هاخد حقك، فكأنها طمأنة ليها. طيب ليه مشهد الغيرة من أيبوهان هي اللي فجرت الحقيقة؟ الغيرة هي أقوى كاشف للمشاعر. طول ما المشاعر كانت خوف عليها أو انهيار بسبب حادث كان بيغلفها تحت مسمى إن هي مسؤولية أو ذنب أو حماية. فلما لقاها بتدافع عن أيبوهان وبتتكلم عنه هو حس بحرقة القلب، فهنا عقله ما لقاش غير تفسير لكلمة واحدة وهي الغيرة. ولما ربط الغيرة بالحب اللمبة نورت. هو كان محتاج صدمة خارجية اللي هو المنافس اللي هو أيبوهان عشان يعترف لنفسه باللي قلبه عارفه من زمان. ليه ما كانش مدرك لمشاعر كل ده؟ لأن في اللحظة دي التبريرات خلصت والواقع كان قدامه واضح جدا. أنا بغير عليها يعني بمتلكها بقلبي بيساوي أنا بحبها. لما سأل أنا إيه اللي بيحصل لي، لأنه أول مرة يحس بإحساس خارج عن إرادته. الغيرة مش حاجة الواحد بيقدر يكررها، إنما بتيجي تخبط على القلب. وكمان إيسو بيعيش كل مشهد لوحده، لما بيحصل موقف هو بيعيش الوجع أو الخوف، ولما الموقف بيخلص هو خلاص بيمسح المشاعر دي من دماغه. هو ما عندوش وعي تراكمي بمشاعره، يعني مش بيجمع نوبة الهلع، حادثة، بوسة الإيد يبقى بيساوي أنا بحبها. ده دفاع نفسي علشان ما ينهارش من كمية المشاعر اللي جواه. المشهد اللي بعده مشهد المقبرة. ليه فاطمة سكتت إيسو لما كان هيقول لها أنا بحبك وأخدته على المقبرة؟ فاطمة عارفة إن اعترافه هيكون بداية لعلاقة قوية، لكنها في نفس الوقت واعية بإن العلاقة دي مستحيلة. طيب هي ليه عملت كده؟ هي خايفة لو سمعت منه اعترافه بالحب قلبها هيضعف،
فهي قررت ان هي تقتل اللحظة دي عشان ما تندمش بعدين. هي بتحاول تبني حيطة سد ما بينها وما بينه عشان تحمي نفسها من التعلق بيه اكتر، لانها عارفة في الاخر ان الحقيقة هي اللي هتدمر كل حاجة. هو عاوز يبدأ صفحة جديدة بالحب، وهي شايلة فوق كتافها تاريخ من الموت. ابوها قتل ابوه وعمه قتل ابوها. لما قالت له لو التراب اتكلم يبقى ساعتها تعالى قول، يعني يبقى تعالى اعترف بالحب وكده. ده معناه ايه؟ معناه ان هو مستحيل، لان التراب مستحيل ان هو يتكلم. في علم النفس والدراما لما شخص بيقول جملة زي دي فهو بيستخدم المواجهة بالتعجيز. تعالوا نفهم هي ليه اختارت الاستحالة بالتحديد. فاطمة في اللحظة دي مش بتطالبه ان التراب يتكلم بجد، هي بتعترف ان حبنا في الظروف دي مستحيل. هي عايزة تقوله لو عاوزنا مع بعض لازم المستحيل يحصل، والتاريخ يتغير، والأخطاء اللي حصلت تتمسح، أو الاعتراف بيها بشكل يغير الواقع. أحيانا لما بنكون في موقف صعب جدا بنحاول نبعد أي بصيص أمل عشان ما نتعبش أكتر. هي لو قابلت حب دلوقتي هتعيش في صراع يومي. عمه قتل أبويا وأبويا قتل أبوه. هي بتحبه بس في نفس الوقت موجوعة جدا لأنها مش قادرة تحبه بحرية. هي بتعاقبه على ذنب أهله بإنها تحرمه من حبها، وبتعاقب نفسها بإنها تتنازل عن السعادة عشان العدالة والوفاء لأبوها. الجملة دي معناها العميق أنا مش هقدر أتجاوز اللي حصل، لازم تلاقي حل للمعجزة دي، وأنا عارفة إنها مش هتحصل. عقلها بيقول أبويا قتل أبوه وعمه قتل أبويا، وقلبها بيقول أنا بحبه. فلما قالت لو التراب اتكلم، هنا انحازت لعقلها بقرار قاسي جدا عشان تحسم المعركة اللي جوه قلبها. اللي بيحصل جوه دماغها هي بتقول لنفسها لو ضعفت دلوقتي هخون دم أبويا، ولو كملت في كلامي القاسي هخسر الشخص اللي بحبه. الجمود اللي في ملامحها دي هي الدرع اللي بتحمي نفسها بيه علشان ما تنهارش قدامه. طيب هي ليه عملت كده بالرغم ان هي بتحبه؟ فاطمة من النوع اللي الواجب عندها بيغلب الرغبة. هي متربية على انها البنت اللي ابوها اتقتل، وده بيحط عليها عبء نفسي تقيل جدا. طيب ليه ايسو متفهم ومش فارق معاه الموضوع ده وهي الموضوع عليها صعب قوي كده؟ ايسو في موضع المبادر، هو شاف الحقيقة وعرفها ومع ذلك اختار ان هو يحبها. بالنسبة ليه الحب فعل إرادي بيحاول يكسر بيه لعنة الماضي. هو بيشوف إن الماضي ده مات بموت أبوها وأبوه، فبالتالي هو مش مسؤول عن أخطاء أهله. هو شخص تفاؤلي بيؤمن إن المستقبل ممكن يكون مختلف. بالنسبة لفاطمة، فاطمة في موضع الضحية. هي ما اختارتش تعيش في الماضي، الماضي هو اللي اقتحم حياتها. هي فقدت كل حاجة: أب مقتول، أم ماتت من الحزن عليه، وأخ حتى لو لفترة صغيرة في السجن. فبالتالي هي سجينة للألم. فبالنسبة ليها الماضي ما ماتش، الماضي هو الحاضر بالنسبة لها. إيسو عنده عيلة، أم، جدة، أخ. وجود العيلة بيديله دعم عاطفي وبيحسسه إن الحياة لسه مستمرة. الألم اللي عنده موزع على عيلة فبيكون أخف. بالنسبة لفاطمة فهي بتشيل همومها لوحدها. لما تكوني لوحدك في مواجهة العالم الوجع بيتركز جواكي وما بيعرفش يخرج، وخصوصا ان هي ما عندهاش عيلة كبيرة تساعدها في ده، فبتضطر هي اللي تحمي نفسها وبتقفل على الوجع ده. هي شخصية واقعية لدرجة مؤلمة. هي بتقول لنفسها الحب ده وهم، الحقيقة هي الموت والدم والرصاص. ببساطة إيسو عايز ينسى، فاطمة مش عارفة تنسى. إيسو بيبص لقدام، المستقبل والحب، فاطمة بتبص وراها للجروح والدم. فاطمة في المشهد ده مش قاسية، هي حارسة للألم بتاعها. هي محتاجة إن حد يقنعها إن حياتها ليها قيمة بعيدة عن صراعات أهاليها. وإيسو لسه مش قادر يوصل للعمق ده جواها. هو بيحاول يغطي على الجرح بكلمة بحب، وهي محتاجة مداواة مش تغطية. طيب ليه فاطمة قبلها بيوم فتحت الباب وقالت له أنا بديك قيمة، ورجعت قفلت الباب وودته المقبرة؟ فاطمة عارفة إن هي لو حبت إيسو حب عادي الماضي هيفضل يطاردها. هي أخدته للمقبرة عشان تقوله أنا اعترفت إن أنا بديلك قيمة، بس هل قيمتك دي هتقدر تصمد قدام الحقيقة؟ هي مش عاوزة حب سهل، هي عايزة حب مستحق. اعترافها بإنها بتدي لإيسو قيمة خلاها تحس إن هي مكشوفة عاطفيا. إيسو بقى عنده مفتاح قلبها. الرد الدفاعي عند الشخصيات اللي هي مرت بصدمات إنها لما تحس إن هي قربت من حد قوي لازم تبعده أو تصدمه علشان تحمي نفسها. والمقبرة هنا كانت الصدمة اللي بتديها مسافة أمان. هي بتحاول تفكر إيسو وتقنع نفسها إن الارتباط ده مستحيل عشان لو سابها في يوم من الأيام ما تتوجعش وتقول
أنا كنت عارفة إن ده مستحيل من الأول، هي كانت محتاجة توازن بين قلبها اللي عايزه وبين ضميرها اللي بيأنبها. تعالوا نشوف فاطمة محتاجة إيسو يطمنها بإيه عشان تكسر الحاجز والجرح اللي جواها ده. أول حاجة محتاجة مساحة للألم مش طبطبة، هي محتاجة حد يقف جنبها ويقول لها أنا عارف إن عمي قتل أبوكي، وعارف إن أبوكي قتل أبويا، وعارف إن ده وجع كبير، وأنا مقدر ده ومستعد أشيل معاكي الوجع ده. هي محتاجة اعتراف بالوجع قبل ما تبدأ العلاج بالحب. لما هي قالت له تعالى قدام قبر أبوك وقول، يعني هي محتاجة تشوفه وهو بيواجه الحقيقة من غير ما يهرب أو يلومها. الطمأنة هنا إن إيسو يثبت لها إن هو مش خايف من الماضي، هي خايفة إن الحقيقة تكسره أو تخليه يكرهها، فبتحاول إن هي تسبق الأحداث وتصده. فلو فضل ثابت وقال لها إن هو بيحبها رغم كل ده، ده هيديها شعور بالأمان إن الحب أقوى من الدم. فاطمة شايلة هم إن أبوها قتل أبوه، فالمطلوب من إيسو إن هو يحسسها إن هي تستحق الحب بعيد عن أخطاء أبوها، وإن هو يفضل متمسك بيها كفاطمة مش بنت القاتل. أكبر صراع عند فاطمة إن هي حاسة لو ارتبطت بإيسو فهي كده بتخون أبوها. الطمأنة هنا إن إيسو يخليها تشوف إن الحب أرقى أشكال التسامح، إن يوريها إن حبهم لبعض بيعملوا اللي أهاليهم ما قدروش يعملوه، إنهم يوقفوا دورة الدم. لو قدر يوصل ليها الفكرة دي هي هتسمح لنفسها تحبه من غير ما تحس بالذنب. فاطمة بتمتحن قوة إيسو النفسية، هي بتسأل نفسها هل الراجل ده عنده القوة إن هو يقدر يشيل عبء وجعنا إحنا الاتنين؟ لو إيسو اتوتر أو حاول يغير الموضوع أو حاول يطمنها بطريقة سطحية هي هتزيد في قسوتها، لكن لو فضل ثابت وبص في عينيها وقال لها إن هو بيحبها بكل ماضيها الصعب وبحاضرها، هنا التراب اللي هي قصدها عليه فعلا هيتكلم، وهتحس ان الحقيقة مش عائق بل هي اساس لعلاقة حقيقية وناضجة. باختصار فاطمة مش عايزة حبيب رومانسي، هي عايزة شريك حياة يشاركها حطام الماضي. بس كده، يا رب اكون قلت كل حاجة، ولو نسيت حاجة اكتبولي في الكومنتات ممكن ارد عليها الفيديو اللي جاي. واتمنى بعد الفيديو ده تكونوا فهمتوا فاطمة هي محتاجة ايه وعاوزة ايه وهي ليه عملت ده كله. وطبعا ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للفيديو، وكومنتاتكم هي اللي بتشجعني ان انا اكمل. فاتمنى الفيديو يعجبكم واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.